بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد 3 ابيات من النص بس. يمكن النهارده هشرح النص بطريقه مختلفه. النصوص ليها اكثر من طريقه للشرح او للعرض. هختار النهارده طريقه مختلفه، يمكن ابسط طريقه اقولها لكم النهارده. النص بتاعنا النهارده فصل العلم والعمل، صفه صادق وفاعل. النص بيتكلم عن العلم، أثره وأهميته. كل نص من النصوص ليه من فكرة ل4 أفكار. لازم سيادتك تعرف إيه الفكرة بتاعت البيت أو الأبيات. النهاردة ال3 أبيات هم فكرة واحدة بس تحت عنوان وصف العلم. الشاعر في ال3 أبيات دول وصف العلم ب4 أشياء. وصف العلم بسلم، وصف العلم بزينة، وصف العلم بشمس، وصف العلم ببدر. فهي دي الفكرة، هي دي النقطة اللي هفهم فيها الأبيات. بما وصف الشاعر العلم. الشاعر وصف العلم بسلم موصل للمعاني، وصف العلم بزينة يتزين بها صاحبه، وصف العلم شمس يجب أن تشرق في كل نفس، ووصف العلم ببدر يضيء ظلام الجهل. فلما يجي يسألك سؤال في ال3 أبيات دول هم مرتبطين بالفكرة بتاعتهم بتاعت ال3 أبيات اللي هم وصف إيه؟ العلم. فنقول له لو جه سألك وقال لك بما وصف الشاعر العلم، وصف العلم بسلم وصل للمجد، وصف بزينة تزين بها صاحبه، وصفها بالشمس التي يجب أن تشرق، وصفها بالبدر الذي يضيء ظلام الجهل. لما نيجي نبص على مظاهر الجمال، مظاهر الجمال لو قال لك إن المعارف للمعاني سلم، إيه الجمال اللي فيها؟ غير إن هو أسلوب مركب بإيدي طبعا. صور العلم بإيه؟ سلم. العلم زينة أهليه، تعبير جميل صور العلم بإيه؟ زينة. الشمس تطلع في النهار مشرق، تعبير جميل صور العلم بايه؟ الشمس. البدر لا يخفيه ليل مظلم، تعبير جميل صور العلم بايه؟ فتخيل ان الشرح هو التصوير هو مظاهر الجمال هو السؤال. هي دي النصوص. بس انت لو فهمت الفكره دي النص بالنسبه لك هيبقى سهل. تعرف ايه الفكره الاساسيه بتاعت النص، تعرف الوصف لو في وصف هتعرف تجيب كل حاجه. نمشي بقى واحده واحده. اللي انا قلته دلوقتي ده الملخص، واحده واحده بقى. بدأ النص ان المعارف للمعاني سلم. 5 ابتدائي خدنا ان العلم هو طريق، صح؟ وفي اولى اعدادي خدنا ان العلم هو سلم، صح؟ هو ايهما افضل؟ طريق ام سلم؟ ليه؟ عشان السلم بيطلعنا فوق، بنرتفع، بنعلى. فكل ما ناخد خطوه من العلم بنعلو ايه؟ خطوه بنرتفع. فعشان كده قال لك ان المعارف والمعاني سلم. وصف العلم بالسلم الموصل للمعاني، للمجد، الدرجات الرفيعه، الدرجات الساميه. واولو المعارف، اولو المعارف هم اصحاب العلم. خلي بالك في فرق من انك تعرف معلومه وتبقى صاحب معرفه او علم. صاحب العلم هو الملازم للعلم سنوات طويله. ممكن يبقى مهندس وبيتعلم، دكتور وبيتعلم، مدرس وبيتعلم. العلم لا ينتهي، لا يقف. فواحد يقول لي يا مستر انا صاحب علم، انا ذاكرت الدرس الاول. لا، انا ذاكرت الدرس الثاني، انا خلصت قفلت. العلم مش بيخلص ومش بيتقفل. طيب ليه العلم او اثره ايه؟ قال لك اصحاب العلم يجتهدوا اجتهاد كبير لينعموا، ليسعدوا، ليفرحوا. في يافطه مكتوبه في كل مدارس اليابان يقول لك اتعب قليل وارتاح كتير. اتعب قليل وارتاح احسن ما ترتاح قليل وتتعب كتير. المقوله دي انا حاولت كتير افهم معناها لغايه ما وصلت لحد في اليابان فهمني معناها. اتعب قليل اللي هي سنوات الدراسه.
ال6 سنين بتوع الدراسه، ال7 سنين بتوع الدراسه، ال8 سنين بتوع الدراسه. تطلع دكتور مهندس هترتاح بقية عمرك، ترتاح كتير. احسن ما ترتاح شهرين الدراسه ولا 3 اشهر الدراسه ولا 6 سنين الدراسه وتطلع فاشل او معكش شهاده كويسه فتتعب طول عمرك. عشان كده اصحاب العلم بيجتهدوا لينعموا ليسعدوا بالحياه. والعلم زينة أهله بين الورى، الورى اللي هم الناس الخلق. كل إنسان في الدنيا بيتزين بعلم. لو جيت فتحت التلفزيون ولقيت مذيع بيتكلم بلغة عربية فصحى ولباقة تحس إن هو كده يتجمل الكلام. أو تلاقي واحد طريقته في الحوار خد يا عم الحاج، لا، بيبقى في فرق. اللي عنده علم وثقافة هو بيتزين بين الناس. قال لك ثياب فيه أخو الغنى والمعدم. كلنا شفنا فيلم مرجان أحمد إيه؟ شفت دفع فلوس قد إيه عشان ياخد شهادة ويتعلم؟ العلم هو الحاجة الوحيدة اللي بيتساوى قدامها الغني والفقير. الغني والفقير الاثنين بيبحثوا عن العلم. الاثنين سيان قدام العلم. لما تروح تتقدم في شركة أو وظيفة هيقول لك معاك شهادة إيه؟ أو شهادتك إيه؟ مش هيقول لك معاك فلوس كام؟ أو ساكن فين؟ أو معاك عربية ولا لأ؟ فالغني والفقير بيتساوان قدام العلم. قال لك فالشمس تطلع في نهار مشرق. عمرك ما هتشوف النهار من غير شمس، لأن الشمس هي اللي بتطلع وبتطلع النهار. أيضا عمرك ما هتشوف دنيا من غير علم، لأن العلم هو اللي بينور الدنيا زي ما الشمس بتنور النهار. والبدر، إيه هو البدر؟ القمر. طب ليه سمي أو القمر ليه 3 أسماء صح؟ البدر واحد منهم. البدر هو اكتمال القمر، يكون مكتمل ليلة 14. قال لك القمر لما يكون بدر بينور الدنيا نور شديد شويه. لو مشيت في الصحراء هتعرف الكلام ده. فقال لك والبدر لا يخفيه ليل مظلم. زي ما الظلام والليل ما يقدرش يخبي القمر او البدر، كذلك الجهل ما يقدرش يخبي العلم. العلم هو اللي يقضي على ظلام الجهل. كل اللي احنا قلناه ده يتلخص في كلمتين: ان الشاعر صور العلم بايه؟ موصل الى المعاني. وان اصحاب العلم بيجتهدوا عشان ايه؟ يسعدوا. صور العلم بايه؟ اللي بيتزايد بيها الانسان صح؟ وان الفقير والغني يتساويان في طلب ايه؟ العلم. صور العلم بايه؟ في الدنيا. صور العلم بايه؟ لا يخفيه الجهل. ده 3 أبيات.